مش ناوية تصومي معانا برضه يا فلة؟ انا لسه صغيرة والعمر قدام، بعدين انا بحب الاكل ومقدرش افطر من غيره كده لحد المغرب. صغيرة دي لا، وانا اصغر منك كنت بصوم وبقوم بكل العبادات، واما عن الاكل فمش هيطير يعني، والوقت بالمر ما بيوقفش يعني. كملي طبخي يا خالته، انا هتفرج على المسلسل. يا خالته، هو انت ما طبختيش النهارده ولا ايه؟ مالك يا بنت بتنادي كده ليه؟ تعبانة النهارده، هنقضيها حاجة خفيفة. يعني حاجة خفيفة دي؟ انا كمان مش هتتحمل جوه. ما عادش حاجة على المغرب، اتحملي شوية، وبعدين الأكل اللي عاملاه ما يعجبكيش، فكده كده هتقضيها أي حاجة. اتحملي بقى لما نبقى ناكل مع بعضينا. انت قصدك تعملي كده علشان ما اكلش يا خالته، لكن ده غلط. لا مش غلط، طالما مش راضية تلتزمي بعبادات ربنا بمزاجك يبقى غصب عنك. انت مش صغيرة وفرض علينا الصيام، يبقى نقول سمعنا وقطعنا. بذمتك حسيتي بحاجة؟ ده انت صاحية بعد الظهر والمغرب ما بقاش عليه غير ساعة، واديكي لسه عايشة وواقفة على رجلك اهو ما متيشي. يبقى نتقي الله بقى ونمشي باللي يرضيه ولا لا؟ حاضر.